مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. الزمن بقى غير الزمن، واللي كان زمان عيب وحرام وما ينفعش دلوقتي بقينا نشوف حتى في السن اولادنا الصغيرين ممكن يتداولوا بعض الصور الغير عاديه بدون كسوف او احراج. وده للاسف طبعا ممكن يحطهم تحت طائله التاثير الاباحيه بعد شويه. تعالوا نعرف الموضوع بيبتدي ازاي وبيتطور ازاي وازاي نقدر نساعد ولادنا. هو ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن ده حابه ارحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور عادل ذكري من فريق خدمه من اجل العائله. برحب بحضرتك معانا. اهلا بك استاذه ماجده. اهلا بحضرتك. طبعا موضوعنا مهم جدا. بنلاقي دلوقتي في السن الصغير الولاد ممكن بيتداولوا صور، يعني احنا ممكن نصعب ان احنا نشوف ازاي بيتداولوا الصور ده ونشوف طبعا تاثيراتها ايه وتبعاتها ايه. بس الاول خلينا نشوف في السياق الدرامي مشكلتنا وبعدها نرجع نتناقش مع حضرتك. نشوف مع بعض. يا دي المصيبة، يا لهوي عليا. ادي اللي انا كنت خايفة منه. في ايه؟ شوف اشوف ايه؟ موبايل ابنك. ماله؟ بص كده في ايه؟ ايه ده؟ ايه الصورة دي؟ زي ما انت شايف، صورة اباحية. كيرو؟ انا مش مصدق. انا كان قلبي حاسس. الواد متغير، الواد بقاله فترة مش طبيعي كده، وعلى طول قافل على نفسه. كل ما ادخل له يرتبك كده. انا شكيت، بس دي غلطتي، انا ما دورتش وراه. انت انت خدت منه الموبايل؟ لا طبعا، هو سابه على الشاحن يشحنه. قلت فرصة ادور كده واشوف فيه ايه، ويا ريتني ما شفت ولا عرفت. انا برضو قلبي كان حاسس الواد متغير، في حاجة مخبيها عليا انا وانتي، بس ما كنتش اتخيل ولا اتوقع ان المسألة توصل للدرجة دي. صورة اباحية؟ الواد ده كبر امتى وازاي؟ وايه اللي وصله لكده؟ صاحبته. صاحبته؟ صاحبته مين؟ زميلته في الدراسة. ايوه، هي اللي بعتله الصورة. شغل مراهقين. مراهقين ايه بس؟ دي قلة أدب. في بنت تعمل كده؟ سابت ايه للولاد؟ البنت دي ما عندهاش أهل يربوها؟ زمان اخبر. انت عرفت ازاي ان صاحبته ولا زميلته دي هي اللي عملت كده؟ من الشات، من الشات اللي ما بينهم. خد التليفون كده عندك، اقرا كده شوف اللي فيه. شفت الهانم بتقول له ايه؟ بتقول له انا هبعت لك صورة واتفرج عليها وقولي رأيك فيها. يا خبر، ايه ده؟ لا بس استني، واضح قوي ان كيرو ما كانش متجاوب معاها. ايوه، عشان مؤدب ومتربي. هي اللي بجحة وما شافتش تربية. واضح. طب قولي هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي في الموضوع ده؟ مش عارف، الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. اكيد في طريقة، اكيد في طريقة لحل الموضوع ده. مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية بعد الموقف الدرامي. دكتور زي ما شفنا في موقفنا الدرامي، طفل مش عايزين، يعني هو مش حد كبير، يعني بيقع تحت تاثير صور بتتبعت له من زميله ليه. بتبقى في البدايه بتبقى صور عاديه جدا، بعد شويه الموضوع بيتطور. عايزين نقول ايه قصه الرسائل والصور اللي بتبتدي وايه الهدف منها؟ يعني ليه بيعملوا كده؟ جميل، انا مبسوط ان اكون مع حضرتك النهارده استاذه ماجده. فعلا الموضوع خطير جدا. احنا عايشين في عصر دلوقتي بقى الانترنت يعني متوفر جدا لاولادنا.
اللي بيستدعي ان هم بيتعرضوا لكم جديد من المخاطر ما كانش يمكن موجود قبل كده. بقى سهل قوي يتبعت اي صورة ايا كان محتوى الصورة دي. صح. طبعا موضوع ظاهرة اللي هي تعرف بالسكستنج او الرسائل الجنسية او الرسائل الاباحية، من الكلمة نفسها معناها ان رسالة بتتبعت فيها محتوى جنسي، سواء كانت كلام او صور او فيديوهات. اوكي. لو شفنا ليه الشباب بيعمل كده، او ليه الناس عموما بتعمل الصور ديت، في مجموعة اسباب كده ممكن نستعرضها مع بعض. اللي هم بيعملوا المحتوى اصلا، يعني هم بيبقوا هم الاساس. ليه حد ممكن يقدم ان هو يبعت رسائل بالشكل دوت يعني. اوكي. اول حاجه يعني، وهبداها معاك بالتدريج كده يعني. يعني ممكن ولد وبنت يكونوا بيحبوا بعض، وطبعا في انجذاب واعجاب وكده يقول لها ابعتي لي صوره واوعدك ان انا مثلا ده ليا انا بس، مش هوريها لاي حد تاني. ده يا دكتور حتى في السن الصغير، انجذاب وحب في السن الصغير. طبعا يعني هو طبعا يعني عايزين نتكلم نقول ايه، اول ما الولاد بيمسكوا الموبايل واستقلوا بيه يعني. طبعا على سبيل الهزار، على سبيل الاستكشاف، عاطفة غير موجهة مع عدم وجود حدود في البيت والحاجات زي كده، ممكن حاجة زي كده تتبعت. ممكن حد عايز يحتفظ بصديقه ده او الشخص اللي بيحبه ده، فعايزه يتعلق بيه، فيبعت له صورة ذات محتوى جنسي عشان يضمن قبوله، او يعني انه بيقول ان انت حاجه برايفت يعني بالنسبه لي، او حاجه سبيشال بالنسبه لي، ويخليه دايما متعلق بيه يعني. لو دخلنا لحاجات اخطر شويه، ممكن حد بيحاول فعلا يمارس نوع من الاغواء على اخر ويوقعه في علاقه ما. شوفنا حاجة غريبة مثلا، ممكن لو زوج وزوجة، بس الزوج مثلا مسافر، فمثلا الزوج ممكن يطلب صورة من زوجته وهي عايزة ترضيه مثلا أو توافقه على كده. طبعا لكن الفكرة في إيه، هو في خرافة أو وهم كده إن الصورة دي هتفضل بين اتنين يعني. دي أسوأ حاجة فعلا يعني. دي فعلا هي مش بتبقى بين اتنين ابدا يعني، استحاله. استحاله طالما، ودي يمكن اول نقطه يعني نحب نوعي بيها اولادنا والشباب الصغير تفتكرش ان الصوره اللي بعتها دي هتقف عند الشخص اللي بعتها له بس؟ استحاله. الموبايل ممكن يبوظ تروح تصلحه، الموبايل ممكن يقع في ايد واحد صاحبك، او واحد يفتح الموبايل وانت مش واخد بالك ويعمل ياخد الصور ليك، او الحساب بتاعك يتهكر على الفيسبوك او اي حاجه. وبالتالي طول ما هي طلعت على الفضاء الإلكتروني والإنترنت، من الصعب بعد كده السيطرة عليها، هي ممكن توصل في إيدين مين. بدأنا نشوف حاجة تاني بقى، إن في بعض الناس بتطلب فلوس، يعني اشحن لي على الموبايل مثلا مبلغ معين وأنا أبعت لك صور معينة. أو صورة من الصور دي تقع في إيدين شخص معين، فيمارس بيها نوع من التنمر الإلكتروني، ويبدأ بقى يبتز الشخص دوت، يا إما يقول له ابعت لي صور أكتر، يا إما فلوس أو حاجة زي كده. أوكي، يبقى إحنا النقطة الأولانية اللي إحنا عايزين نأكد عليها، تأكدي لكل بنت لكل ولد ان الصورة اللي انت بعتها وخرجت بره موبايلك استحالة انها تبقى بين ايدين الشخص ده، بس هي ممكن توقع ان انت ممكن تلاقيها بعد كده على السوشيال ميديا، ممكن توصل للاهل. فيعني قبل ما تبعت صورة ركز كويس قوي انت بتبعت ايه. طب ندخل كمان بعد يعني كده يمكن حتى برضو المراهقين ساعات بياخدوها نوع كده من البطولة كده، ويقعدوا يحكوا لبعض، يقولوا مش انا خدت صورة من البنت الفلانية كذا، والتاني ياخدها ويبعتها فطبعا ده في تأثير سيء جدا على سمعة الولد او البنت وده اللي وشفنا كتير قوي حوادث كتيره الفتره اللي فاتت من جراء دوت، بنات ملهاش اي ذنب بتتصور حتى مع صاحبتها، وفوجئت انها لقت الصور بتاعتها بتتنشر وحد بيبتزها، لو ما دفعتيش مثلا هننشر، وناس انتحرت بسبب الموضوع ده. صحيح. كمان المشكله ان الموضوع مش بيقف عند مجرد الرسائل دي، بنتكلم بقى كاولادنا الصغيرين، الموضوع بيتطور. يعني حضرتك صحيح. برضو انا يعني قول لنا الموضوع ممكن يتطور ازاي، ان هم بقى كده يعمل لهم مشكله ويقعوا تحت تاثير مثلا الاباحيه. هي الفكرة بصراحة يعني الجيل بتاعنا دوت، يعني الله يكون في عونه فعلا، تحس ان في كذا مؤثرات خارجية بتعمل حاجة صعبة جدا فيهم. يعني ابتداء من الفلاتر اللي على الصور، او حتى الاي اي اللي بيصور صور مثالية او اي حاجة، او الريلز اللي فيها محتوى اصبح فيها محتوى جنسي بدرجة كبيرة. كل ده كله مع صور زي كده مع بورنو، ده بيعمل حاجة فظيعة جدا مدام ماجدة، هو تسريع النضوج الجنسي
في حين النضوج اللي بعد كده اللي هو الإدراكي والاجتماعي والأخلاقي والروحي لم يكتمل بعد. ربنا أراد أن يكون الطاقة الجنسية دي تستخدم في مرحلة معينة من الحياة، عندما يصل الإنسان إلى مرحلة معينة من النضج النفسي والروحي والاجتماعي. تخيل بقى أطفال صغيرين هيحصل لهم النضج الجنسي ده أسرع من النضج في الجوانب التانية، او حتى الجسدي او اي حاجه، ده بيبقوا اطفال صغيرين جدا. صحيح. حضرتك ده خطير جدا، ده بيعمل طبعا. من الولاد سيكشوال ماشينز او ماكينات جنسيه، بيعمل هوس بالجنس، بيخليهم بيفكروا طول الوقت في الجنس فقط، في حين ان الجنس ده المفروض يبقى ليه مكانته اللائقه بيه بحجم معين في حياه الانسان. لكن تخيلي ده كله طبعا بيدمر في نفسيه الاولاد يعني. فمساله تسريع النضوج الجنسي ده او النضوج الجنسي قبل الاوان زي ما احنا بنسميه، انا شايف ان ده من اخطر الحاجات على نفسيه وشخصيه ولادنا يعني. طبعا ده ممكن يخلي ولادنا كمان ينزلقوا بقى في مشاهده ومتابعه البورنو او الميديا الاباحيه، ودي طبعا ليها اضرار رهيبه جدا يعني. طبعا. ممكن عايزين نقول شويه مخاطر او النتائج الكارثيه لادمان البورنو. طبعا البورنو ماده ادمانيه عاليه جدا، يعني التصوير بالاشاعات على المخ مشابه لادمان الهيروين والمخدرات. صحيح. ولما بنقول ادمان بنقول تعطيل في الحياه كلها، يعني فشل في جوانب الحياه كلها، لانه بيبقى عمليا ودراسيا على بس الجزء دوت، بيبقى هو ده شغفه طول الوقت بيبحث عنه، زي الماده المخدره. لو حد مدمن ضعف ارادته يخلي دراسته او شغله او حياته كلها تتعطل في كل الجوانب. البورنو والصور دي بتعمل حاجه برضو مدام ماجده زي اللي قلناها قبل كده، تسريع النضوج الجنسي ده بتربي في الولاد عقليه المستهلك. بس المره دي المستهلك مش لبضايع او لمنتجات، للبشر بالظبط. من المستحيل ان شخص يكون بيتابع بورنو او صور اباحيه يقدر ينظر للناس بعد كده نظره سويه على ان هم ليهم كرامه انسانيه، عن ان هم ليهم قيمه في ذواتهم، لكن هيبدا يتعامل معهم على انه شيء او سلعه تستهلك. نقطة خطيرة طبعا. وده طبعا هيبقى لكل الناس بقى، هيبص لكل الناس كده بما فيها حتى اقرب الناس ليه يعني. طبعا ده غير كمان لو هو بدأ في سن بدري، احنا بنفقد البراءة بتاعت الأطفال. فين صحيح. البراءة؟ صحيح. لا ده يعني بقى صعب الكلام عن البراءة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. الحاجة التانية يعني من الخرافات اللي بتتقال ان لما هنتجوز هنبطل نتفرج على البورنو، ودي خرافة. لان بعد كده بعد الجواز مع اي مشاكل مش عارف ايه ممكن يسيب زوجته ويتفرج على الحاجة الخطيرة، ان هو هيفقد الشغف. من اخطر حاجات اللي بتعملها البورنو والصور دي انها بتضعف البوندنج اللي ممكن يحصل بيني وبين شريك حياتي في المستقبل. يعني عشان يحصل البوندنج ده لازم اكون صورة شريك حياتي هي اللي مستولية على خيالي وفكري. ما بقاش برضو صورة الشريك بس اللي موجود، لا ده بيبقى فيه صور كتيرة متخزنة جوه دماغه. صحيح. عشان يحصل بوندنج او التعلق والرابطة اللي ربنا عايزها في الزواج لازم تكون صورة شريك حياتي هي اللي بتملى ذهني وبتملى وجداني من جوه، مع صور كتيرة منافسة، مع صور غير واقعية. طبعا البورنو ده هو غير واقعي تماما. فده كله بيضعف حدوث التعلق بيني وبين شريك حياتي في المستقبل. ده غير كمان ان انا بعد كده ممكن ما يكونش مش هيعجبني شريك حياتي، لاني اوريدي انا وصلت لدرجات اعلى بكتير قوي في مشاهده البورنو ده، فبالتالي مش بتبقى اي حاجه بترضيني. لن اشعر بالاكتفاء ابدا. مش هشعر بالاكتفاء، هبقى دايما عايز زي ما يكون زي الشخص المدمن دايما بيحاول ان هو يزود الجرعه علشان يقدر يرجع ويحس بالمتعه، فهو برضو هيفقد ان هو يقدر يعيش برضا واكتفاء زي ما حضرتك قلت. والبورنو ده مستنقع لان هو ملوش نهايه طبعا. وبيجر الانسان لاشكال نقدر نقول عليها شاذه وغير طبيعيه في العلاقه الجنسيه يعني. وده خطير جدا على تصور الانسان لموضوع الجنس ده ودوره في حياتنا يعني. اوكي. النقطه المهمه بقى اللي احنا عايزين نستدرها الوقت الباقي من الحلقه النهارده، وهي انا كأب وأم هخلي بالي ازاي. حضرتك قلت دلوقتي اي طفل معاه موبايله قاعد في اوضته
عالم، هو دخل في عالم تاني مختلف. 24 ساعه انا هفضل، حتى لو انا تابعته، ما هو ممكن في اي وقت وانا مش موجود هيمسك موبايله ويشوف الحاجات دي. وممكن زي ما حضرتك قلت برضو، الموضوع مش بيقف عند مجرد الرسائل، ده الموضوع ممكن يتطور مكالمات، وممكن حاجات تحصل احنا ما ندركهاش كأهل يعني. صحيح. يعني هو في شوية حاجات، يعني هو أنا طبعا أنا كأب أو أم صعب أحصن ابني 100% من الصور والحاجات اللي على الميديا عموما يعني. لكن أنا ممكن لو لما بكون في علاقة كويسة مع أولادي أقدر أنظم حكاية استخدام الموبايل في البيت. يعني دايما أقول لأولادي مثلا استخدم الموبايل في الليفينج عشان واحنا في وجودنا واحنا معديين نبقى شايفين بعض احنا بنعمل ايه. اوضه النوم ديت للنوم فقط، ما تاخدش الموبايل معاك. كتير قوي من الشباب يروح يدخل الاوضه يقفل على نفسه يطفي النور وماسك الموبايل، ومع الزهق والشعور بالملل هو مش عارف ممكن يوصل لايه. فانا بقول له خلي الموبايل يتشحن بره، واوضه النوم للنوم فقط، وخلينا بنستخدم الموبايل واحنا مع بعض. لو في علاقه كويسه مع اولادي برضو اقول ان في ميعاد معين لاستخدام النت. اول ما هننام مثلا يبقى ما فيش استخدام للنت ساعه في الساعه ساعه معينه. في بعض الاباء والامهات بيستخدموا نوع من برامج الحجب او اللي بتحجب المواقع ديت، ممكن برضو نستفاد منها. لكن اقصد اقول ان طول ما في تواصل وفي يعني جزء من الاسباب اللي احنا قلناها، الشباب محتاج حب، قبول، محتاج يحس ان هو ليه قيمه، فبيجري ورا الحاجات ديت. فده لو متوفر في البيت هيحمي بدرجه كبيره قوي من الولاد. ما يكون في قنوات اتصال مفتوحه بيننا وبين بعض، لو حصلت اي حاجه عن طريق الخطا هيرجع ويحكي معايا، واقدر اقف جنبه واقدر دي متهيألي اهم نقطه يا دكتور عادل. وحته زي ما الموقف الدرامي، هو الولد بيقع تحت التاثير ده تدريجي، وكمان يمكن ما يكونش في رابطه بينه وبين الاهل، فمش عارف يتكلم. هي دي المشكله. احنا عايزين ولادنا حتى لما يتعرضوا لحاجه زي كده يبقى عندهم الشجاعه وعدم الخوف، نيجي نحكي لبابا وماما. دي نقطه متهيألي نمبر 1. وهقول لحضرتك على حاجه، يعني انا زي ما قلت لحضرتك صعب في الزمن اللي احنا فيه ده نحصن ولادنا 100% من الصور دي، لكن الهدف او اللي انا اقدر اعمله ان انا اوفر مناخ في البيت حلو، ان ولادي ما يغرزوش في الادمان ده. وفي العوامل اللي بتساعد الانسان يغرز في الادمان، وجود مشاكل، وجود خوف في البيت واضطراب وعدم استقرار، عدم وجود حب. يعني تخيلي وانا شاب رحت شفت صورة، لو في مشاكل في البيت كتير، في ضغوط، في قلق، في اضطراب، هتلاقيني ارجع للحاجة دي واتفرج عليها تاني. صح. فالبيئة اللي في البيت لما تكون إيجابية، حتى لو حصلت يبقى ده بيساعدني ما نغرس في الإدمان دوت. لكن عايزين بجانب تاني بقى، وده النقطة المهمة قوي، هي التثقيف، التوعية الجنسية. ولادنا محتاجين يعرفوا ايه الجنس ده، ايه جسمنا ده، جسدنا ده، هل دي حاجة كويسة، حاجة وحشة، ليه ربنا حطها فينا. يعني حلو قوي ان يكون الجانب دوت موجود في حواراتنا كأسرة مع بعض. اوكي. وكمان نقطة مهمة اللي ممكن ولادنا يسألونا فيها يا دكتور، وهي حتة ايه، طب يعني هو فيها ايه يعني الصور دي؟ يعني فكرة برضو ان احنا فكرة التعري، يعني ان هو ليه وهو من جواه عارف ان فكرة التعري دي او دي مش حاجة، مش اصح حاجة. صحيح. ايه المفاهيم اللي انا اغرسها جواه في الجزئية دي؟ يعني اسمحي لي ان انا مثلا افكرك كده بقصة كلنا عارفينها، ادم وحواء في الجنة، وربنا قال كان عريانان وهما لا يخجلان. يعني ممكن افتح حوار مع اولادي كده واقول لهم هو يا ترى ليه ما كانوش بيخجلوا؟ ايه اللي مخليهم ما فيش الخجل ده؟ فابدا احاول اوصل لهم ان لما ما كانش في خطيه، ما كانش في خوف استغلال، ان انا استغل. انا كنت ادم وحواء كانوا بيعاملوا بعض كشخص مش كشيء. لكن اول ما حصل السقوط بدأ أنظر للآخر على أنه سلعة أو شيء يستهلك. فمن هنا بدأ الإحساس بالخزي أو بالخجل، ومحتاج أن أنا أغطي جسمي. وممكن الحاجات الجميلة أستاذة ماجدة إن هم أول ما حسوا بالخجل راحوا يصنعوا مآزر من ورق التين. صحيح. طب ليه وربنا شافها أنها غير كافية. ممكن أحكي مع أولادي ليه المآزر دي كانت غير كافية. يعني أحد الكتاب بيقول إن المآزر ديت بتغطي النص التحتاني بس من الجسم. فربنا عايز يقول لهم المشكلة مش في النص التحتاني، المشكلة مش في الأعضاء الجنسية، المشكلة في العقل وفي القلب.
لما يكون نقي وطاهر هيشوف كل شيء حواليه طاهر. فبدأ ربنا يدي لهم الأقمصة. فكأن ربنا عايز يفكرهم بالأقمصة اللي بتغطي الجسم ده بتغطي الجسم بالكامل بكرامة الإنسان، بكرامة جسده في الأول. ليه احنا بنلبس هدوم مع ان الحيوانات ما بيلبسوش هدوم؟ دي برضو الواحد يعني لازم افكر فيها كده، ليه اصلا الانسان لازم يلبس هدوم؟ فيعني احد الكتاب بيقول شويه يعني شويه اسباب جميله قوي. اول حاجه البس هدوم عشان ده بيأكد على تفرد الانسان واختلافه عن الحيوان. بلبس هدوم عشان يحميني طبعا من الطقس السيء، لكن بيحميني من نظرة الآخر اللي بتنظر ليا كشيء مش كشخص، اللي فيها نظرة استغلالية. بلبس لبس عشان يعبر عن هويتي. انت عارفه حضرتك اللي بيبص على صورة عارية ما بيهتمش اسمه ايه، عيلته ايه، حياته ايه، اهدافه ايه، ظروفه ايه، هو بيبص له على الجسد العاري. فانا لما بلبس هدوم بقول للشخص اتعامل معايا كإنسان، ما تتعاملش معايا كجسد فقط. هو الجسد مهم بس هو جزء من كياني ككل. حلوه النقطه دي قوي. بلبس عشان الهدوم بتحفظ لي خصوصيتي. انت عارفه كل جسم فيه مواضع الكمال ومواضع النقص، في حاجات جميله وحاجات مش جميله قوي. فانا لما بلبس هدوم انا بحتفظ باسراري وبخصوصيتي لنفسي مش لاخر. عارف حضرتك لما بيأسروا شويه ناس في الحرب بينزعوا هدومهم، بيعروهم، كأنهم بيخلعوا هويتهم وكينونتهم، وفيها إهانة. طبعا. والأجمل من كده كمان بنلبس هدوم عشان نفتكر دايما إن ربنا قبل السقوط كان بيكسي الإنسان كله بالمجد والطهارة والبر. أنا عايز أقول إيه لأولادي مثلا في سن المراهقة، عايز أأكد دايما على إن هم ليهم كرامة، جسمهم ده ليه خصوصية وليه كرامة، لازم يحافظوا عليه، لازم يهتموا بيه. طبعا لازم ينظروا نظرة إيجابية ليه. الجسد ده ليس شر لكنه عطية من ربنا. ولما ربنا لما خلق الإنسان ذكر وأنثى بالفوارق الجنسية ديت، هو على بعضه كده بجسده بكل حاجة هو صورة الله. صحيح. فحلو قوي يبقى في نوع من الحوار دوت. يعني اعتقد كلامنا ده مش صعب، ما فيهوش حاجه صعبه، بالعكس مبسط جدا، وما فيهوش حاجه مخجله يعني. لا وابتدينا من قصه من بدء الخليقه كمان يعني، فمتهيألي سهله جدا. اقول حاجه تانية على الجنس او دوره. يعني برضو ليه ربنا حط الطاقه الجنسيه ديت في الانسان؟ يعني من ضمن التشبيهات اللي اتعلمناها ان الجنس ده عامل زي النار ده تقدري انت بتستخدميها في حاجات كتيره مفيده قوي. طبعا تسوي عليها الاكل، بتعمل حاجات ايجابيه جدا، لكنها كمان ممكن تلسع وممكن تبقى مدمره. فزي ما قلت لحضرتك من شويه ان ربنا خلق الطاقه الجنسيه دي تستخدم في مرحله معينه من العمر. وقت ما بنستخدمها في غير اوانها او مع الشخص غير المناسب، او الشخص اللي هو مش محل ثقه، او الشخص اللي بيتعامل معانا كشيء مش كشخص، هنا بتحصل نتائج مدمره للانسان. قبل برضو في قصة آدم وحواء كان الجنس ده لخدمة نوع تاني من المحبة، اللي هي المحبة الأغابي، المحبة الباذلة، اللي أنا باهب نفسي عطية للآخر. فالجنس بيخدم ده. في السقوط انفصلوا، بقى ممكن الجنس يبقى من غير محبة خالص، من غير بذل للذات خالص، نوع من الاستغلال برضو. فالحاجة الجميلة إن السيد المسيح في عرس قانا الجليل في أول معجزة بيعملها ويبارك الزواج، بيرجع يضمهم تاني ويدي الخمرة الجيدة. الخمرة الجيدة اللي هي إيه؟ مشبعة مفرحة. إمتى الإنسان يفرح ويشبع بالجنس؟ لما يكون بيستخدمه لغرض المحبة الأغابي اللي هي محبة بذل الذات والعطاء. لكن لو الإنسان ركز على الطاقة الجنسية بس من غير محبة الأغابي والعطاء، هو نفسه مش هيشبع، وكمان هيمشي يجرح في الآخرين
صحيح. باشكال مختلفه يعني. طبعا انا بشكرك جدا على كل النقط اللي احنا قلناها، واعتقد ان احنا قلناها بشكل مبسط جدا لكل اسره تبقى فاهمه، ولكل اولادنا. لو حد بيشوفنا برضو النهارده، مجرد خروج صوره من موبايلك تاكد ان هي ما بقتش عند الشخص ده بس، لكن دوت لا، ممكن يوصل لاماكن تانية. حته فكره الكرامه، احنا مش لازم نعرض صورنا بشكل مبتذل، لكن ادي كرامه. لان النقطه برضو الثانيه المهمه، ان لما شخص بيشوفك في حاله من التعري، هو من جواه مش بيحترم، مش بيحترم ادميتي وانسانيتي بالظبط. لكن ممكن يكون في الشكل الظاهري اوكي تمام عشان يحصل على المزيد ويستغلك، لكن هو في قرارة نفسه هو مش هيحترمك، ولا هيحترمك طول عمره، ومش هيحترمك. بالظبط. فاولادنا محتاجين العب على حته ان هم فعلا محتاجين حب حقيقي، محتاجين صحيح. حد يحترمهم، محتاجين. فبلاش يعني تسلموا نفسكم لناس تكون بتستغلكم، صحيح. مش هتديلكم الحب الحقيقي اللي انتوا بتدوروا عليه. وحتى كأب وأم اكتشفت مثلا ان ابني حاجه زي كده، اعتقد ان احنا برضو لا نعرف ان ابني عنده مشكله نتيجه تقصير مني، مش عشان هو ولد قليل الادب او هو ما ترباش، لا حرام. ممكن يكون زحلق في القصه دي غصب عنه، بالظبط. يعني اقف جنبه اسانده واساعده، وممكن حتى لو انا مش عارف، انا ممكن استشير حد، ممكن هو يساعدني ان انا اقدر اشيله من بدايه المستنقع ده، بدل ما يدخل بقى لنهايه المستنقع كله. صحيح. دكتور عادل، طبعا للاسف وقت حلقتنا خلص. انا بشكرك جدا على موضوعنا النهارده، نتمنى يا رب الفايده لكل مشاهدينا. بشكرك وكنت سعيد معك النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا، المشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.